السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا صديقي في فيديو جديد. إن شاء الله فيديو النهاردة هنبدأ نعمل أول سيرفر لينا. جاهز يا صديقي؟ يلا بينا. أول حاجة هنخش على البي سي هنا، بعدين هنيجي هنا، بعدين عايزين بقى محتاجين نعمل فولدر للمشروع. فهنكتب مثلا، نخلي المشروع اسمه نود جي اس داش كورس مثلا. كورس دي مكتوبة غلط. يمين كورس. تمام كده. نخش جوه الفولدر. تمام، هتجيلي هنا في خانة السيرش هنا كده هتكتب لي سي ام دي. عايزين نفتح الشاشة السوداء اللي هي دي. تمام، ركز معايا بقى. احنا دلوقتي هنكتب امر كود. هو كود فعلا. تمام. كود دوت. دلوقتي يعني ايه اصلا كود وكود دوت ديت؟ كود ديت امر خاص بمحرك واد في اس كود اللي احنا نزلناه قبل كده. تمام. كود ديت لما بتكتبها لوحدها بيفتح لك في اس كود على اخر مشروع انت كنت عامله قبل كده. تمام. لكن كود دوت هنا بيفتح لك في اس كود على المسار اللي انت واقف فيه حاليا، اللي هو ديسك نود جي اس كورس. تمام. فنضغط انتر ونشوف. فتحنا في اس كود هنا اهوت. تعالى نخش في التيرمينال نتاكد ان احنا واقفين على نفس المسار فعلا. يا مسهل الحال يا رب. اهو بص هنا الديسك دي نود جي اس كورس، الفولدر اللي هنستعمله. كلام جميل لحد دلوقتي. ماشي، دلوقتي هنعمل ايه بقى؟ دلوقتي قبل ما نعمل كريت سيرفر او اي كلام من ده كله، احنا دلوقتي محتاجين ننزل او نعمل initialization لنود جي اس في البروجكت عندنا. يعني ايه؟ يعني دلوقتي محتاجين ننزل باكج، ملف اسمه باكج جيسون. عندنا هو يعتبر الملف دوت مكون المشروع او الهيكل الرئيسي للمشروع كده، يعني في جواه شويه داتا هنشوفها دلوقتي. طب ازاي نعمل الكلام ده؟ بامر بسيط اسمه npm init، ليه اختصار initialization. واضغط انتر. هيسألك طبعا شوية أسئلة كده دلوقتي. أول حاجة بيقول لك، كبر بس ده شوية. أول حاجة بيقول لك اسم المشروع بتاعك عايز يبقى إيه، مثلا اسمه نود جي اس مثلا. الفيرجن بتاعه إيه. خليه واحد زي ما هو. اضغط لو حاجة مش عايزة اضغط انتر على طول، هو بيسكبها على طول لوحده. اضغط انتر. الديسكريبشن وهنا بيقول لك عايز الملف الرئيسي يكون اسمه اندكس ولا حابب تدخل اسم تاني وكده. مثلا زي ماشي خليه اندكس. تيست كومنت انتر على طول، كله انتر كده. انتر انتر انتر. هنا تمام كريته. بس انا لسه ما كريتوش. هنا بيقول لك از ذس اوكي، يعني انت متاكد عايز خلاص كده هتنشئه. اضغط انتر وينشئ لك الفايل على طول. هنا ينشئ لك هنا كده الفايل. تمام. طب انا دلوقتي لو يعني مش عايز اعدد الخطوات دي كلها، انا عايز انجز. مش يعني عايز يسكيب كل الحاجات دي. ففي امر تاني هتكتبه اسمه npm init، بس هتضيف حاجه بسيطه داش واي. يعني كانك بتقول له اعمل لي يس على كل حاجه. اضغط انتر. تمام، عمل لك برضو نفس الحوار. تعالى بقى نخش في الباكج جيسون ده نشوف ايه الدنيا جوه. تمام. هنا دلوقتي نزل بس دي تحت كده شويه. هنا دلوقتي النود جي اس ده نيم المشروع، اسم المشروع بتاعنا والفيرجن وكل الحاجات ديت. ده مين المشروع، يعني الملف الرئيسي للمشروع. وسكريبت وشويه حاجات كده. المهم الحاجات ديت هتتشرح، بس طبعا مش دلوقتي. احنا كنا بس محتاجين ايه، يعني ننزل الفايل ده دلوقتي. كلام جميل، نقفله بقى ونشوف هنعمل ايه. دلوقتي محتاجين نعمل ملف اللي هنكتب بقى فيه السيرفر بتاعنا او نكريت فيه السيرفر بتاعنا. فنعمل مثلا فايل جديد، نضغط على الايقونه ديت وتكتب index.js، وطبعا لازم بامتداد جي اس لان احنا بنكتب جافا سكريبت كود. كلام جميل لحد دلوقتي. عايزين بقى نعمل سيرفر. هنعمله بقى ازاي يا ترى؟ اول حاجه محتاجين نجيب المكتبه اللي هي بتنشئ لنا السيرفر دي اصلا. المكتبه دي اسمها HTTP. طب ازاي نجيب المكتبه ديت؟ اول حاجه اعمل لي متغير، اكتب كونست متغير مثلا اتش اسمه HTTP. تمام. ايكوال. دلوقتي ازاي نستدعي المكتبه؟ عشان تستدعي المكتبه بتستخدم امر اسمه require. تمام. ده الامر ده بيستدعي لك المكتبه، بتكتب جواه اسم المكتبه بتاعتك اللي هي HTTP. تمام. كده المكتبه دي كلها اتحطت جوه الفاريبل ده. تمام. يعني لما تيجي تخش مثلا عايز تخش على فانكشن او كلاس او اي حاجه، فانت بتخش من خلال دوت. تمام. كلام جميل لحد دلوقتي. ماشي. دلوقتي خطوه 2، احنا محتاجين دلوقتي نجيب الهوست نيم بتاعنا والبورت بتاعنا عشان السيرفر اللي هشتغل عليه نحدده من دلوقتي يعني. تمام. دلوقتي محتاجين ايه؟ محتاجين الهوست نيم والبورت بتاعنا. يبقى نكتب مثلا، نعمل متغيرين اسمه كونست هوست نيم
هيبقى مثلا ايه اللوكال هوست. تمام. وطبعا على فكره انت كنت ممكن تكتبه كاي بي مثلا، اللي هو الاي بي بتاع اللوكال هوست هو عباره عن 127.127.0.0.1. تمام، يعني دوت او ده هما الاثنين واحد، وهنجربهم مع بعض ونشوف باذن الله. تمام. نخش على الامر اللي بعده. دلوقتي محتاجين نكتب البورت بقى بتاع السيرفر ده، فنكتب كونست بورت ايكوال. دلوقتي احنا عايزين البورت ده، يعني محتاجين يعني السيرفر يرن على بورت كام مثلا، يعني ممكن نقول مثلا 3000. تمام، كلام جميل لحد دلوقتي. دلوقتي عايزين نخش بقى نكريت بقى السيرفر بتاعنا. عشان تكريت السيرفر محتاجين دلوقتي نعمل بس متغير الاول كده، بحيث ان احنا نحطه جواه، يعني عشان لما نيجي نشغله كده يعني. تمام، ازاي نعمل كده؟ هنعمل مثلا كونست متغير اسمه سيرفر. انت ممكن تكتب على فكره، ممكن تكتب اكس، تكتب حماده، اكتب اللي انت تكتبه، بس يعني يفضل انك تكتب كود كلين، يعني او كود بيعبر عن الحاجه اللي انت بتعملها. الاسم يعني بيعبر عن الكود اللي انت بتعمله. كلام جميل. فنكتب سيرفر ايكوال اتش تي تي بي، نكتب بقى الفاريبل ده. بص، عايزين نخش بقى جواه، نجيب من جواه فانكشن اسمها كريت سيرفر، فنكتب دوت، فتح لنا شويه فانكشن على كلاسات على حوارات ياما كده. احنا محتاجين فانكشن اسمها كرييت سيرفر، نكتب كرييت سيرفر الفانكشن دي، نضغط انتر. تمام. الفانكشن دي بتستقبل دلوقتي تو بارامتر، يعني محتاجه تو بارامتر. ايه بقى؟ اول حاجه ريكويست، تمام، وريسبونس. طب ايه ريكويست وايه ريسبونس دول بقى؟ تعالى بس نعمل كده ارو فانكشن بس ونفتح البادي. اول حاجه الريكوست دوت الطلب اللي انت بتبعته للسيرفر، انت محتاج ايه من السيرفر. وريسبونس السيرفر بيرد عليك بيه، يعني كانك مثلا لو انت بتكلم واحد صاحبك مثلا تقول له ازاي، فانت متوقع منه انه يديك طلب مثلا يقول لك الحمد لله وكده. هو نفس الحوار هنا كده. تمام. كلام جميل. قاعد بس اللي انا عملته ده بس. كلام جميل لحد دلوقتي. دلوقتي محتاجين يعني نعرض بقى، يعني لما نعرض السيرفر محتاجين مثلا نرجع في رسالة مثلا. هنكتب رسالة مثلا، نكتب ريسبونس يعني نرجع، يعني اللي هو في لما السيرفر يرد عليك يعني. ريسبونس ايه بقى؟ تكتب حاجة اسمها فانكشن اسمها رايت. تمام، يعني تكتب، يعني هنكتب جواها طبعا جملتنا الشهيرة، مش محتاجة هلو وورد. كلام جميل. تمام، هنكتب حاجة كمان اسمها ريسبونس دوت اند، وانا اعرف هي بتعمل ايه دلوقتي، بس اتقل بس. نكمل. دلوقتي احنا عملنا السيرفر، بس احنا عايزين نعمل استماع او لسن عليه. تمام. ازاي نعمل الكلام ده؟ بفانكشن بسيطه برضو جوه السيرفر. تمام. اكتب سيرفر دوت لسن. لسن دي بتستقبل ايه؟ بتستقبل منك اول حاجه محتاجه البورت كده، البورت اللي احنا كتبناه فوق، نكتب بورت. تمام. محتاج كمان منك الهوست نيم، اكتب برضو الهوست نيم اللي احنا عملناه فوق. تالت حاجة يعني دي اختيارية طبعا، بس ايه ممكن تكتبها عايزين نشوف السيرفر بتاعنا. تمام، محتاجين مثلا نشوف في الكونسول ان السيرفر بتاعنا شغال فعلا، فعبارة عن ارو، اكتب ارو فانكشن هنا كده، كول باك طبعا، اكتب كونسول دوت لوج. مثلا ممكن نكتب server is running on port، واكتب البورت بتاعنا، اكتب كده بورت. كلام جميل لحد دلوقتي، زي الفل. دلوقتي محتاجين بقى نشغل بقى الفايل دوت بحيث انه يشغل لنا السيرفر. تعالى بس نسيب الملف الاول. تمام. تعالى بقى نشوف هنكتب كود ايه. دلوقتي لو انت طبعا محتاج تشيل الكلام ده، فمحتاج تكتب امر كلير. تمام. او ممكن تكتب امر سي ال اس. تمام. ولاحظ بس ان امر سي ال اس دوت بيشتغل على ويندوز بس، اما كلير فبيشتغل مثلا على ويندوز ولينكس عادي. كلام جميل. دلوقتي ازاي نشغل بقى الملف دوت، او ازاي يعني نشغله فعلا كده. ايوه. او طبعا احنا شغالين نود، احنا دلوقتي شغالين نود، فازاي نشغله؟ فنكتب اول حاجه نود اكيد، يعني نكتب نود وبعدين ايه اسم الملف اللي احنا محتاجين نشغل، اللي هو في السيرفر معنى الكلمه يعني. اسمه index دوت جي اس، واضغط انتر. الحمد لله السيرفر اشتغل معانا اهوت، قال لك سيرفر از راننج اون بورد 3000، دي الرساله دي. تمام. كلام جميل. تعالى بقى نفتح بقى المتصفح عندنا ونشوف اللوكال هوست كده. نكتب ايه؟ هتكتب http نقطتين فوق بعض سلاش لوكال هوست
نقطتين فوق بعض برضو، البورت بتاعك اللي هو 3000، واضغط انتر. طبع لك هلو وورد. هلو وورد دي اللي موجودة فين؟ موجودة هنا. تمام. دلوقتي انا قلت لك احنا اند، كتبنا اند ديت هنشرحها كمان شويه. تعالى بقى نشيل بقى اند خالص كده، نعمل لها كومنت ونشوف ايه اللي هيحصل. طبعا ما دام غيرت في الفايل فانت لازم توقف السيرفر وتشغله تاني. توقفه تضغط كنترول سي وشغل بقى، شغل كوماند تاني، هتطلع بالسهم اللي فوق. تمام. لو السهم اللي فوق او اللي تحت كده بيجيب لك اخر كوماند انت كاتبه. تمام. فتكتب نود جي اس. تمام. السيرفر اشتغل. تعالى كده بقى نخش بقى على هات اللوكال هوست دوت كده، شيل التابه دي خالص، اعمل تابه جديده، نكتب بقى اللوكال هوست، اضغط انتر كده. خدت بالك من حاجه؟ عمال يلود، مش راضي يوقف. تمام. هو مش راضي يوقف خالص، هو مش هيوقف اصلا. فاند هنا بتقول له انك لما ترجع ريسبونس وقف بقى خلاص. يعني ايه؟ يعني وقف لود ووقف كل حاجه زي الفل. فانت رجعها تاني، وقف السيرفر، شغل السيرفر. تعال نجرب. كوبي، تاب جديده، اشتغل اهوت وزي الفل. كلام جميل جدا. وبس يا صديقي، ده كده كان درس النهاردة. عملنا سيرفر بسيط جدا. طبعا قبل ما نقفل بس، دلوقتي انا قلت لك انك ممكن تكتب دوت او دوت عادي. تعال ناخد ده كوبي كده ونكتبه هنا. هو ده اصلا الاي بي يعني بتاع اللوكال هوست، هما الاتنين واحد يعني. وقف السيرفر، شغله تاني. تعال نشوف هنا ايه الدنيا. هات لنا بس اللوكال هوست، هات لنا ده كده اهو، اشتغل عادي مفيش اي مشاكل. تمام. انت اصلا ممكن اصلا تشيل اللوكال هوست دي اصلا وتكتب الاي بي هنا، يعني 127.0.0.1 1، واضغط انتر هيشتغل معاك عادي بدون اي مشاكل. كلام جميل. وبس كده يا صديقي. طبعا لو واقف معاك حاجة او في حاجة مش فاهمها ما تنساش تقولها لي في الكومنتات او في الجروبات اللي احنا عملناها، تليجرام والفيسبوك. هتلاقيهم طبعا موجودين في اسفل الفيديو. ان شاء الله اشوفك في فيديو جديد، وسلام.